السلام عليكم. كنشكركم اولا على حضور هذه الندوه والاستجابه لها، لان هذه الندوه سنحاول تسليط الضوء فيها على الجوانب الانسانيه التي يعاني منها اخواننا في منطقه المجار والكركار والجنوب الجزائري. لا شك الساده الحضور ان الاعلام العالمي نقل لنا بعض الاخبار عن المواجهات التي عرفتها منطقه غردايه بين طائفتين سنه وعباديه او عرقيتين، امازيغ مضاد والعرب شعانبه. وتطورت الاحداث الى 2008 و2013 صار اقتتال طائفي كبير راح الضحيات ديالو يعني اكثر من 30 شخص من مزار بتواطؤ من يعني الاجهزه الامنيه. وكما شفتوا يعني كيف تتعامل الاجهزه الامنيه مع هذه المجرمين الاعتداءات، وكذلك الفتاوي الدينيه التي تساعد في الاقتتال. فبالتالي النظام الجزائري خلق واحد النوع نتاع الصراع احتدم في 2013 من مدينه القراره ثم مدينه غردايه، وصار فيه يعني اقتتال واعتقال. بعد 2015 في جويلية الماضي تمت مجزرة متواطئة من النظام الجزائري، من الجيش الجزائري قام باستقدام مجموعات مسلحة في شهر رمضان في القرارة. تمت مجزرة قتل 14 شاب بالرصاص الحي في مدينة القرارة، و10 من طائفة العرب بالرصاص الحي باش يقولوا انه هناك اقتتال ومجموعات ارهابيه داخل المنطقه. كما تعرفون ان مزار وغردايه كامل متواجده في قلب الجزائر، ليست في الحدود باش نقولوا انه هناك يعني مجموعات ارهابيه تدعم السلاح، ولكن النظام هو اللي استخدمهم، وهناك شهود عيان ويعني ادله على هذه. ومنذ ذلك الوقت قام النظام الجزائري بفرض حالة طوارئ بدون تمرير على البرلمان او يعني مجلس دستوري. مدد حالة طوارئ كانت 6 شهور، ثم تم تمديدها فيها هذه 6 شهور فيها يعني قمع للحريات وتضييق على الحريات واعتقالات عشوائيه عنصريه. الان اكثر من 90 شخص معتقل واكثرهم بدون محاكمه. وعندنا الناشر رئيس الحركه من اجل الحكم الذاتي اللي دار رساله للامم المتحده من اجل بعد لجنه تحقيق امميه في الجرائم المرتكبه في مزار في جويلية في 7 جويلية بعد المجزرة مباشرة، وقام بتصريحات في قنوات التلفزيونية العالمية وميديا ويعني فرانس 24. ثم بعد ذلك اليوم تم اعتقاله واقتحام مسجد اثناء صلاة التراويح، واعتقلوا كل من في ذلك المسجد حوالي 30 ناشط كانوا يصلوا في ذلك المسجد، اعتقلوهم ممن فيهم الكبار والصغار حتى طلقوا على الصغار. ولكن الى الان راه عندهم 8 شهور بدون محاكمه وبدون اثبات لجمله التهم المفبركه والملفقه ضدهم. احنا كمنظمه هي نشتغل في اطار القانون الدولي، والقانون الدولي يعطي الحق لمن اراد ان يحدد مصيره. بالتالي الحركه لاستقلال القبائل وماك نسانده انه له الحق في المطالبه بتقرير مصيري. بالنسبه للنمر الحركه من اجل استقلال المزار، حركه تريد ومحققه حسب القانون حسب المواثيق حسب العهود الدوليه انه يقرر مصيره، وهو ليس الكونغرس العالمي الذي يقرر، بل هذه الناس هذا وفي الصحفيه هم الذين قرروا ان يقرروا مصيرهم. بالتالي احنا نساند اي حركه كمنظمه نساند
اي جميع الشروط